لو معاك فلوس وشايلها على جنب وبتفكر ازاي تستثمرها في مكان مضمون، ولو بتدور على مشروع يجيبلك فلوس مضمونة كل شهر، تعالى وانا اقولك ازاي تكسب 9000 جنيه كل شهر. بنك ناصر معروف إنه من البنوك الحكومية اللي بتقدم منتجات متميزة جدا للمواطنين بتخلي عليه إقبال كبير قوي. واليومين دول بنك ناصر عامل مفاجأة بشهادة ادخار جديدة، واللي وصل العائد الشهري لآخر شهادة لأكتر من 9000 جنيه في الشهر. وتعالى أقولك إيه التفاصيل. البنك عامل شهادة جديدة بفايدة 22% سنويا لمدة 3 سنين، وعلشان تكسب منها 9000 جنيه كل شهر محتاج تشتريها ب 500 ألف جنيه. وعلى فكرة الفايدة على شهادة بنك ناصر بتزيد ل 22.5% للعائد الربع سنوي، وساعتها لو اشتريت الشهادة ب 500 ألف جنيه المكسب في السنة هيبقى 112500 جنيه، يعني كل 3 شهور 28 ألف جنيه تقريبا. وبتزيد الفايدة ل 24% لو العائد سنوي، يعني كده المكسب في السنة 120 ألف جنيه. وخليك عارف إن بنك ناصر طرح الشهادة دي في كل الفروع بتاعته على مستوى الجمهورية، واللي عددها وصل لحوالي 104 فرع. ده غير إن فيه تيسيرات ودعم كبير قوي للمواطنين على الشهادة دي. هتلاقي في كل فرع خدمة عملاء هتشرح لك كل مميزات الشهادة. كمان بنك ناصر بيقدم شهادة رد الجميل لكبار السن بفايدة 24.4% سنويا لمدة 3 سنين و22.4% شهريا، بالإضافة لإصدارها لمدة سنة واحدة بعائد 22% سنويا و20.5% شهريا، ومتاحة لأصحاب 60 سنة فأكتر. وقيمة الوديعة بتبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها حتى 2 مليون جنيه. وبنك ناصر حريص إنه يقدم باقات مختلفة من الشهادات الادخارية اللي بتناسب احتياجات العملاء، خاصة وإن البنك بيسعى الفترة اللي جاية إنه يوسع نشاطاته خاصة في الشهادات الادخارية علشان يجيله عملاء جدد. وغير الشهادة الادخارية بنك ناصر بيقدم خدمات مصرفية كتير بتتناسب مع احتياجات كل فرد. هتلاقي هناك منتجات التجزئة والقروض الشخصية وقروض العربيات، ده غير جميع أنواع الودائع. وخلي بالك لو ربطت الشهادة مش هتقدر تكسرها إلا بعد مرور 6 شهور من تاريخ الشراء، وحتى لو استنيت ال6 شهور هتخسر جزء من العائد بتاعك. وقبل ما تاخد الخطوة دي اقعد مع خدمة العملاء وهيعرفك هتخسر قد ايه لو كسرت الشهادة قبل ميعادها. كمان الميزة انك لو ربطت الشهادة واتزنقت في مبلغ تقدر تاخد قرض بضمانها، وغالبا بيكون بقيمة 80% من قيمة الشهادة وبفايدة زيادة 2% عن فايدة الشهادة. بس في الحالة دي ما تقدرش تسحب فلوس الشهادة إلا بعد الانتهاء تماما من سداد القرض. وبعد قرار البنك المركزي في 6 مارس اللي فات برفع الفايدة 6% مرة واحدة، كتير من البنوك رفعت الفايدة على أسعار الشهادات لدرجة كبيرة. لكن دلوقتي وبعد تثبيت سعر الفايدة في الاجتماع الأخير ظهر كلام عن تفكير البنوك بخفض الفايدة على الشهادات اللي بتطلعها للعملاء. حتى رئيس بنك مصر محمد الأتربي أعلن إن بنك مصر بيدرس تخفيض الفايدة على شهادة 27%، وعلشان كده لو هتحط فلوسك في شهادة ادخار ده هيبقى وقت مناسب، خصوصا لو ضامن إن المبلغ اللي معاك مش هتحتاجه طول مدة ربط الشهادة. قول لنا إيه رأيك في الخدمات اللي بيقدمها بنك ناصر؟